يا مساء الخيرات، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. مساء الخير ورزق الطيب، مساء النور والنوير، يشتكيكم شلونكم تشكرون. مساكم سعاده ورضا وراحه بال. الله يصلح لنا نياتنا وذرياتنا سرنا وعلانية. يسخر لنا كل طيب من عباده ويعيننا ولا يعين علينا ولا يولي علينا ظالم ولا حاقد ولا احد ما يخاف الله. الله يشرح صدورنا وييسر امورنا، يحلل العقد من الاسرنا يفقه قولنا. تسوين يوم بندر؟ بسوي اكله خفيفه لطيفه بما ان الحين جت اختبارات والدنيا، فنحتاج الأكلات الخفيفة. مو خفيفة لا والله، بس بعيدا عن السوق. بسوي بروستد، أنا من زمان ما سويته معكم، أو إني سويته بالبدايات يعني. كل ما أسويه ما أصور، ما أدري أقول يعني كل المرة الجاية والمرة الجاية أنسى أصور. فهنا بحط التتبيلة حقت بروستد. طبعا تحطون زبادي، تحطون لبن، تخلطون بين اللبن والزبادي، هذا شيء راجع لكم. أنا عندي زبادي فحطيت زبادي، وبحط ملعقة بهار كاري. طبعا أنا أحط البهارات الموجودة بالبيت، يعني ما أتقيد ببهار بروستد معين. هي العبرة بالنكهة وبالقلي، ما لها دخل ببهار معين ولا شيء. استخدمت بهارات غربي حلوة، بس بالنسبة لي لا، أنا أسوي بهاراتي مرة حلوة. فحطيت ملعقة كاري وبحط عليهم، تقدرون تلغون الكاري بس أنا حطيته كزيادة نكهة. هنا عندي ثوم بودرة، وبحط ثوم بودرة وبحط ثوم طازج، وبحط بصل بودرة بعد. وعندي هنا طبعا هذه انا يعني احب اخلط ببهارات على كذا. عندي بهار الغربي حق المشويات، اضيف منه شوي. انا اشوف ان نوع واحد من البهارات، هذا جاني هديه من بنت اختي جابت لي، نوع واحد من البهارات الغربي يغني صدق، يعني يغني ماني اشتري بدل ما اشتري كل الانواع. فهنا عندي بهارات ايطاليه عاد انا ما استغنى عنها. وعندي سهومه، سهام السعاده، وفعلا هي سعاده. قالت لي جربي بهاراتي الايطاليه واحكمي. قلت لها خلاص ابشري، بس باذن الله تجي وتجيب لي ولا اوصي عليهم ولا احد نشوف عاد وين نتواجه واجربهم. انا احب دائما كانت مكرونه، تتبيله، حمسه، اي شيء احب احط من البستو هذا اللي هو الريحان. اذا كان عندي طازج ولا كان عندي احط منه شويه، يعطي نكهه مره حلوه وبنفس الوقت يعني حلو يعني. فما ما ادري، انا اشوف اني انا احط منه. طبعا المفروض اني عندي بابريكا، بس الظاهر انها مخلصاتها البنات ولا ادري عنهم، فنستغني عنها. دبس الفليفره هنا، هذا ثوم الطازج، انا حطيت ثوم طازج وبحط ثوم بودره. عندي هنا دبس الفليفره بحط منه شوي بعد، نستعيض عن البابريكا يعني ملعقه. طبعا تبغون حار تبغون بارد، هذا الشيء راجع لكم. حطوا، انا حطيت الفليفله هذه حاره. الحين بحط عصير ليمون وبحط خل. الخل ضروري مع تتبيله البروست. ليش؟ يطري لي اللحم، يخليه يستوي. طبعا انا احط خل على تتبيله بروستد، بس بالمقابل اذا بغيت اطبخ كبسه اي شيء ما احط خل على الدجاج، لان الخل يهري الدجاج، يخلي حتى لونه يتغير يصير ابيض. عشان كذا انا ما احب اضيف. فحطيت تقريبا ملعقتين ثلاثه، بس تشوفون اني اصب كذا تحسون انه كثير، لان الميه الروب كثير. عصير ليمون، ذولي كلهم يطروا لي تتبيله، بس ملعقتين ثلاثه. طبعا ما ننسى الملح. هنا اخلط التتبيله كلها على بعضها، واجيب الدجاج واتبله فيه كامل. بس ضروري ما اخلطها كلها على بعضها، بس قفاز عشان ما يمسك ريحه التتبيله. جايني عيالي اللي من المجمع واللي من حايل، تخبرون الشباب وقت اختبارات نهاية سنة لازم تدلعونهم شوي، خاصة انهم حياتي اكثر وقتهم يعني بالجامعات، يعني ما يحضرون عندي هنا الا فترة بسيطة، يلا ما يمنع. والحمد لله انا طيبة وبخير واللي يسأل. هنا هذا باخذ الدجاج بنزله، بسم الله. طبعا الدجاج غسلناه نظفته وسويت فيه تشريح، ما خليته بجلده. تشوفون الصدر خليته شرحته، ما قصيته، ما ابغاه مرة صغير. بنفس الوقت شرحته فتدخل فيه النكهة كاملة. حسيت كبير حطيت فيه قطعتين. نفس الشيء الارجل قصيتها من الوسط. انا احب الدجاج الكامل افضل من غيره، بس عادي ازيد شو اسمه ارجل. فهنا تبل واحطه فوق بعضه. اهم شيء اني ضروري اني اخلي التتبيله تجي كامله، ما تجي كامله. المفروض انك اذا انت تبين تسوين سويها من الليل، وعادي تقدرين تجمدين تفرزنين يعني كميه وتفرزنين تحت. انا بقياس تفرزنين تطلعين وتفكينها، بتفك ازمه معك كثير كثير، خاصه اللي ذاك العيال ولا الموظفات ولا الاشياء هذه كلها. بس انا يعني ما عندي شيء الحمد لله. فتبلت الحين صليت العصر تبلت من الى المغرب يكون تنغرب تتبيلته، خاصه اني انا اتبل شو اسمه الخلطه اللي انا اوريكم اياها كلها ان شاء الله. بسوي صوص ثوميه او صوص ثوم اللي تسمونه معكم. فهنا كل الاشياء هذه كلها تتبلها بسم الله.
اتبل وارجع لكم ان شاء الله باذن الله. نشوف نيتي اصلا بس احاول اني اطفي الجو. خلاص شفتوا شلون تبلت كامل، وحاولت اخلي جهه اللحم نازله بالتتبيله. احنا نغطيه ونحطه بالثلاجه وقت القلي، لان الجو حار. يعني لو كان شتاء عادي بخليه برا. مثل ما قلت لكم اذا انت تبزرين تبليه زي كذا خليه مده 3 ساعات 4. بعدين اللي تبين خليه 3 ساعات 4 وقليه، واللي ما تبين على طول كيسيه بتتبيلته بكامل. والافضل انت تسوين تتبيله تقسمينها على اكياس تخلطينها او علب او اي شيء سكري حطيه في الفريزر. بيطلع معك ولا اروع. يفك ازمه كبيره يا بنات، يفك ازمه. انت ما ادري عجايز بنات صغيرات كبار، المهم يقول لك بنات ونسكن. هنا نبي نسوي الثوميه. طبعا حطيت كوبين مويه. طبعا بسويها بطريقه سهله مره، تقدرين تحتفظينها عندك تقعد لمده بالثلاجه يعني فتره، ما دام ما تاكسدت ولا تغير لونها فهي صالحه للاستخدام. طبعا حطيت هنا مويه، احط عليهم 4 ملاعق نشا الذره العادي. طبعا انا ما راح احط عليها بيض ولا راح احط عليها يعني شيء، مع ان البيض ترى حلو مره لها، ولي مره راح اسوي لكم بيض وبتطلع معكم تجنن، بس اخاف بعضهم ما يتقبل الفكره، وانا ابغى شيء سهل للكل يعني يقدر يسويه بالبيت. باخذ يا سبحان الله من يجي المطر ويجي يكسر الذباب. والمطبخ بالحوش بس يلا ان شاء الله يا رب منتهين به. انا حطيت مصيده بس ولا بابين وهذا ياخذ. طبعا ادوبه احطه على النار، بحط عليه رشه ملح على النار اطبخ لما تشوفون يصير كانه كريمي وشفاف. بوريكم اياه. طبعا هنا شغلنا عليه النار، ملح بس شيء بسيط، بعدين بحط عليه ملح واحط عليه كمون واشياء بالله. انا قلبوا لتستمرون بالتقليب لما يصير معكم كريمي وخليط ثقيل راح يثقل معكم وراح بسرعه يخلص. انا ليش سويت الحين على ما اقلي وكذا يبرد، انا ابغاه يبرد عشان اخلطه بسرعه. وبوريكم اياه باذن الله. استمري بالتقليب لما يصير كريمي من احسن ما يكون. تشوفون شلون صار كريمي بدي يطبخ. خلاص ممكن كسرت النار عشان ما يحترق، بس اوريكم اياه. تشوفون ضروري يطبخ عشان يستوي النشا. صار معنا كريمي جنن بدا يطبخ. خلاص شلون صار لونه فاتح جنن. الشيء هذا يخليه معكم يعطينا قوام يهبل. طبعا بطفيه واغطيه واخليه يبرد شوي يفتر يعني، لاني بحط معه ثلج راح يبرد زياده. خلاص كما قلت لكم بطفيه وخليه. هنا بجهز شغلي اللي ابي اتبل فيه الجسم. حطيت هنا كميه طحين تقريبا تبين تحطينها بكيس تبين تحطينها، بس انا حطيتها هنا لاني بسوي بقسماط وطحين ابغاه مقرمشه. فاذا انت ما عندك بقسماط عادي خليت على الطحين، بس اهم شيء غمسيه مرتين. بحطيت طحين بحط عليهم ملعقتين نشا، والنشا يخلي الخلطه هذه هشه مره ما تجيكم تكسر الاسنان ناشفه، لا بنفس الوقت مقرمشه. طبعا ملعقتين كبار نشا واحط عليهم طرف الملعقه يعني شيء بسيط. تشوفون بيكنج بودر، ما راح اكثر بيكنج بودر نهائي، ما احتاج اني اكثر. التتبيله اللي انا حطيتها على الدجاج نفسها احطها هنا. بحط ملح بهاراتي. تقول اني نسيت شيء مهم توني ذكرته ولا ذكرتوني فيه، فلفل اسود. مو انا نسيت انتوا تنسونه، فلفل اسود ضروري. فبحط فلفل اسود هنا على التتبيله. انا حطيت فلفل احمر بس ولو الفلفل الاسود بلا غنى عنه. فبحط تقريبا ملعقه انا بس هي طبقه واحده، فان شاء الله انه ما يضر. ثوم بودره. هنا عندي بهار اللي انا حطيته، انا حطيت من البهار المشكل حقنا، حطيت كاري فبحط نفس الشيء بهار مشكل كاري. هذا بهار مشكل حقي انا ما استغني عنه لان فيه هيل وفيه كل شيء. بحط بهاراتي اللي انا استخدمتها التتبيله اللي بهار الغربي. انا بما اني اسوي بهارات وعارفه محتاجه، بس اللي تبغى بهار نظيف صراحه لا تتعدى بهارات الغربي مره حلوه، بس انا انظفها على ايدي واعرف شو احط على حسب استخدامي. لو ما كنت اسوي اكيد اني بستخدم بهاراتها. اخلط الاشياء هذه كلها مع بعض خليها على جنب. تعالي نسوي. هنا حطيت مويه بارده حطيت فيها قطع ثلج. ليش؟ عشان تمسك التتبيله على الدجاج. انا بس قفاز وانا اشتغل عشان يسهل علي اني اشتغل. ما يكون لاني تقرب صراحه اذا مسكت ايدي ولا مسكت. والله رايحه جايه بالمقصره. مع ان انا ترى من الناس اللي ما اعرف اشتغل بقفاز الا اذا اني كذا يعني شيء. بس حطينا هذا على جنب. طبعا جبت بقسماط جديد كأنه مدري خالطين طحين مع بقسماط شكله ببهارات. بجرب بعد ما ادري والله. اذا زين بقول لكم اعتمدوا لانه رخيص صراحه. لقيته ب 4 ريال. ب 4 ريال 400 جرام يعني تقريبا حوالي نص كيلو. الحين كل شيء جاهز عندي. هنا خلطة الطحين، هنا المويه، هنا البقسماط اللي انا جبته. بعدين جهزت الصينية حطيت فيها كيس صفر عشان اقدر اشيله. بسم الله بسم الله توكلت على الله. ترى من الاكلات اللي سهله مره يا بنات، بس انها خطوات يعني ما نكذب على بعضنا. انا باخذ انفضه من التتبيله. بسم الله. اول ما احطه
زايد الكميه، لان عيال عندهم اخوياهم فبيهم يتعشون معهم. ولا ترى يعني لو كحد اقصى كل انسان ياخذ له قطعه بالكثير قطعتين لانه ياكلها لحالها، بس مع بطاطا ومع خضره ومع كذا قطعه. هنا انتظر انا الطحين، نزله بالمويه، شوفون نزله بالمويه، نزله بالمويه. الحين باخذ بعد التتبيله هذه احطها هنا. هنا بسم الله. شوفون بالمويه ما فكت، ليش؟ لان المويه فيها ثلج. اوريكم اياها من قريب. ما فك مره، يعني اخذ طحين لون الطحين صح الخارجي، بس الباقي ماسك على بعضه. شوفون نزل المويه منها تماما عشان ما يحصل الدنيا. حطها هنا نفس الشيء. غلفه الحين بالتتبيله، ضروري انتم تغلفين تضغطين عليه. شوفون حاول اضغط عليه من كلا الجهات. او حط. اقول لكم اني نسيت الفلفل الاسود، مو معناته اني انا نسيت انتم تنسونه لان قطعت الفيديو. فالحين اكمل كل الكميه بالطريقه هذه، ما يحتاج اطول عليكم بالتصوير. ادري انكم مشتاقين لسوالفي، بس الحين مو سوالف. بسم الله. الاشياء هذه تخليها ماسكه. تشوفون المويه ما نزل الطحين كله بالمويه لانها بارده، وانا بعد ما اسوي زي كذا بعد بحطها بالفريزر وقت القلي، يعني على ما احمل زيت عشان ما يفك معي الفريزر بالزيت. زيت ما قلت لكم ترى تقدرون من الاكلات اللي تقدرين تخزنينها وتصير سهله عليك وتنجز معك في الوقت وتواجد بعد، وخاصه الاطفال يحبونها. ترى الدجاج بروتين يعني ترى مفيد، بس عاد تقدرين تسوينه بالقلايه الهوائيه، تقدرين تسوينه بس بروست الحالات القليله يعني. بس عموما تقدرين تسوين التتبيله هذه، تقدرين تسوينها صينيه، تقدرين تسوينها بالفرن، يعني اللي انت حابه، يعني كل وحده وفي حبها لشغلها. طبعا هنا خلصت الحين بدل ما نفوسه كلها الدجاج هذا بغطيه احطه فريزر، بحمي عاد بحمل زيت عشان ابدا اقلي، بس على ما يقلي خليه بالفريزر. طبعا هنا خلصت الحين بدل ما نفوسه كلها الدجاج هذا بغطيه احطه فريزر، بحمي عاد بحمل زيت عشان ابدا اقلي، بس على ما يقلي خليه بالفريزر. برد عندي النشا، هنا هذا النشا يعني فتر مو انه برد. هنا بنزله كله هنا، شو اصلا ينزل بسرعه، بنزله كامل. اوريكم شو احط عليه. حطينا النشا وبحط عليهم اللهم صل على محمد. طبعا مثل ما قلت لكم دائما، يعني هي كل واحد والرغبه اللي هو يحبها. في بعضهم يحبون يزيدون الثوم، في بعضهم لا. انا ما احب الثوم كثير صراحه، احط 4 فصوص تقريبا. هذا عندنا ثوم مهروس تقريبا ملعقه ما هي مليانه، وكل واحد بعضهم يحطون راس ونص ثوم. انا حسيت ان كميه الثوم كثيره تخرب لي الطعم مره تماما، يعني كاني اكل ثوم، وانا ما احب الشيء هذا. هنا عندي زبادي تقريبا بحط علبه. وصيت عيالي جابوا لي الزبادي هذا حلو مره حلو، بس والله غالي، بس ما يهم كذا. هنا عندي عصير نص ليمونه، وبذوق طعمه اذا يحتاج زياده بزيده. في اضافه ممكن الاغلب يستغربها، بس بتعطيكم نقله نوعيه مره حلوه في الاكل، خاصه بالصوصات. هنا بحط فلفل اسود، الفلفل الاسود معروف يعني حطيت انا، هم ما يحطون ترى فلفل اسود، بس شغل البيت مثل ما قلت لكم غير، يعني نحشمه اكثر، شوي ملح وما اكثر لانه بيبين معي. وش الشيء اللي تحطينه يوم بندر ويغير لك شو اسمه؟ جبن مثلثات. شوفون الجبنه هذه تعطينا كريمي كانك حاطه، يعني تستبدل البيض بالجبنه، وشوف شلون بيطلع طعمه ونكهته وكله. فانا اضيف كل كوب مويه، انا حطيت كوبين، كل كوب ياخذ من حبتين جبنه، ملعقتين نشا. عاد انت الكميه اللي انت تبينها، تبين 2 تبين 3 تبين 4 اللي انت تبين حسب عيلتك، بس كوبين مويه عليهم 4 ملاعق نشا، بخهم على النار. بعدين احطهم هنا نص عصير ليمون، شوي فلفل اسود، شوي ملح، 4 حبات جبنه كريمي، علبه زبادي، والزبادي تزيدين تنقصينه على حسب ما تحبين. طبعا الحين بخلط الاشياء هذه كلها، بركبها بالخلط خلطها، واصب الزيت زيتون. انا بسوي زيت زيتون على شكل خيط. طبعا ما احب انه كثير، ما ابغى دسم، فبحط تقريبا فنجان واشوف القوام لحد ما اوصل للقوام اللي انا بيه. فتشوفون هنا بغطيه. طبعا خاف اني لما يندمج بعدين انزل عليه الزيت. بالاخير اذوق ملح، اذا يحتاج شيء احط له. طبعا انا احط عليه ثلج، تشوفون هذا الثلج، بحط كم حبه ثلج عشان تعطيني لون وتبرد لي تقريبا 3 4 حبات. بس كافي. طبعا كل شوي بسم الله، كل شوي اخلط الجوانب عشان ينزل كله كامل.
خلينا نحط يعني عشان ما يبقى شيء ينخلط وشيء لا. وعشان انا حاط يحسون سائل بس نحط بالثلاجة بيبرد زيادة. انا استعجلت عليه يعني ما عندي وقت، هو بيخبز بعد. تشوفون لما تحطين الزيت راح يشد زيادة معك. الحين انزل زيت الزيتون على شكل زيت. نصور لان اللي كنا ناخذ من الرز مخلص ان شاء الله يهبط. اذا جاب زي مرة بدل زيت وكذا. طبعا انا بذوق ملحه، بذوق ملحه عشان اضيف الزيت اتاكد منه. بسم الله. حموضة ملح الاشياء دي كلها. سلام عليك مبندع، يا سلام. ابغى لي ذرة ملح بس ولا شيء زيادة، بل ملي ما شاء الله تبارك اذكروا الرحمن. الحين اوريكم شلون اضيف الزيت. طبعا عليه الزيت على شكل خير، ما كتب تقريبا فنجان بس. بعضهم يحطوا والله يا بناتي يا هو لذيذ لذاذة. مو عشان شغلي، انا ما احب المدح كثير يعني، قامزح معكم وكذا بس صراحة بطل. طبعا مثل ما قلت لكم هو لسه حار النشا، انا حطيت ثلج بس ما برد زيادة، ما ابغى ازيد الثلج عشان ما اخففه، فعشان كذا الحين بصبه بصحن، اخذ خلطة اخيرة بعدين اصبه بصحن واحطه في الثلاجة. طبعا جبت زبدة بحطها فيها في الثلاجة. طبعا اذا انتم عندكم علبة تغطونها، تخلون تبون سويتي مقالي سويتي اي شيء تحطينه بجنبه، بس انا ابغاه عشان يبرد. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة الا بالله صراحة يا بنات بطل. خلاص زي ما قلت لكم وناعم يهبل طعمه موزون. انا ما احب الثوم زياده مثل ما قلت لكم، يصلح للسندويشات للشاورما كل شيء تقدرين تسوينه ومفيد ترى. هو زبادي نشا ثوم زيت زيتون يعني ما هو شيء فيه اذى. الحين بحطه بالثلاجه عشان يبرد، ممكن اني احطه بالفريزر بعد عشان يسرع لي بروده عشان العشاء. ابدا قلي هنا حمى الزيت وقصرت النار. وش ابدا انزل القلي. بسم الله بسم الله بسم الله. ما عندي هذا عشان ما يطش علي. نفس الوقت يدخل ما يصير ما يعرق يعني ما يصير له مويه. اهم شيء ما يفك معي. فاحط 3 4 حسب اللي كم الزيت. اذا حسيت انه زياده لما الشباب راحوا عادي الباقي ترجمه، مو ضروري تقليني يعني، بس عشان تكون حوسه وحده يعني سوي. راح اطلع خليه يقلي والنار هاديه. حسيت انه برد ارفعه شوي بس لا النار زينه يعني تكون نفس قلي القيمات، كان تقلين القيمات يعني. بوريكم شيء دليل انك ما تسوون. تشوفون مع ان الزيت قاصرته انا يبي يتحمر من فوق، فعشان كذا انا ما ابغى يتحمر هو مستوي. ولا تحركينه كثير يعني راح يفك معك مجرد بس ابردهم عن بعض عشان ما يحرق من تحت ومن فوق يبقى لونه ابيض بس. قلت كذا انا بقطع الخبز عشان يخلص ويريح. شوفوني يا بنات ويفك خلاص من يبدا يشمع يفك، بس اهم شيء انه يكون الزيت غميق غميق الزيت. خلاص خلوه يغلي لما يطلع الدجاج فوق يرتفع فوق. اصلا من يستوي تحسين الدجاج فوق. تقدرين تغطينها بالغطاء بس الغطاء ليش انا ما حرصت عليه؟ لان بعضهم يصير فيه ندى مويه فتشيله وتولع نار، فانت خليت حريصه لما تشيلينه على طول اقلبيه عشان ما ينزل المي تحت عشان يستوي بس. طبعا هنا ما شاء الله تشوفون شلون مندي عشان كذا شيله بسرعه يعني يكون مليان ماء. شوفون الدجاج بده يطلع فوق. خلاص كذا اقلبه. لا خليه نغطيه الزيت كله. طبعا في بعض الناس يقولون بالقدر الضغط، انا ما احط قدر الضغط صراحه ما ممله يعني زياده. خلاص راح نشغل على عجينتنا على فرننا. نشوف شغلنا. ترى البروستد ياخذ وقت بالقلي عشان كذا لا تستعجلون عليه عشان يستوي من برا ومن داخل، مع انه للحين قصر النار. شوفوا الزيت حامي ما هو بارد ولا راح يشرب زيت نهائي. ما شاء الله تبارك. تشوفون واضح لكم شلون الدجاج يرتفع فوق صح ولا لا؟ ترى شلون طلع انا الزيت انا تستوى صار خفيف. خلاص الحين اشيله واكمل باقي الكميه زيتون. اشيل الدجاج واحط قطعه ثانيه واروح احط النار. بسم الله. شوفوا شلون ذهبي لا هو اسود محترق ولا شيء. طبعا اخلي شويه زيت يحمى لان الزيت برد يعني
خليه شوي حمى عشان انه برد لما حطيت الدجاج. بما ان عيال لقيتهم رايحين راح اقلي لنا اصوتهم كيفهم. والله اليوم ماني قلت لهم وانا يذنقوا والله قولتهم وتذب ماني قلت خلاص قمت انا قشر الاخرت بحط صدرين هنا صدرين لا وبحط الخر ما شاء الله خلاص الباقي خليه جاي خليت لهم تقريبا دجاجة فوق هم اثنين يمكن تحسب حسابك وياهم بس اوكي يجي الخياط ياكل معي الكل خلق في عجوز الداري لو اني ما انت تعبان رحت تعبان.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا الحين حتى ما جمد مرة، شوفون طبعا دقيق ما برد يعني، قصدي مرة أنا توني حطيته سمخ بس. ما شاء الله ما شاء الله. أنا عيال مو هنا بس جوني على قولتهم كل لقمة تصح في مكة. لا صح عيال مو هنا بس جتني ضيفة عزيزة على قلبي يعني. على قولتهم الجود من الموجود. نزينه فيه زين شوي نعناعات. يا سلام عليك يمرن. بس على قولتهم لا تاخذ افكاري بالتزيين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا عشان وعلينا وعليكم بالف عافية. هذا بطاطا بروستد، هنا مخلل وسلطة خيار وحمص. طبعا حمص ما سويت معك بس بسوي ان شاء الله باذن الله. هنا التومية، روب غنم، روب لا لبن غنم، وخبيزات. والله يجعلها هنا وعافية علينا وعليكم. بوريكم عاد استواء بروستد. شوفون شلون ناشف ما في زيت، مقرمش، صوت القرمش. شوفون من داخل ابيض جنن. طبعا التتبيلة مستوية، الدجاج مستوي نفس الرجل. شوفون لا فيها حمار ولا اي شيء. ما شاء الله. يا سلام يا سلام والله بالمخ. انا من تعبت ماني مشتهي الاكل. فاليوم على قولتهم اذا رجعت معي ابشر بلاجه. اليوم بطبخها صح ان شاء الله باذن الله. الله يجعل هني وعافية علينا وعليكم.